ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امجد داليا. النهارده جايين نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا سألنا فيه كتير وشيق جدا. جدا، مش عارف ليه. مهم النهارده هنتكلم معاكم ان انا وداليا ازاي اتعرفنا على بعض؟ ازاي؟ خليكم معانا وشوفوا. هناخد متنسوش لكم بقى كل السبسكرايب. حاجه من اول ما عرفنا بعض، من اول التفاصيل كلها. ما تنسوش السبسكرايب واللايك لو الفيديو عجبكم. يلا قولوا. اول حاجه بقى عايزه اقولها لكم مهمه جدا جدا بالنسبه لي، ان انا بحب التواريخ. ان انا شاطره جدا في التاريخ. ان انا ما وامجد بتنساش تاريخ. اه ان انا وامجد عرفنا بعض 2016، حبينا بعض 2017، قرينا فتحة 2018، خطبنا 2019، اتجوزنا 2020، خلفنا يونس 2021. 2022 دي ما عملناش حاجة بقى، ما عملناش حاجة، مفيش اكتيفيتي كده، احنا ما ينفعش، لازم نعمل حاجة. هو الحمد لله ان هي فاكره التواريخ، انها مش فاكره اي حاجه من الكلام ده. والله هسأله فيهم كمان شوية ونشوف بقى. ده اختبار. اتجوزنا امتى؟ 31/10. المهم احنا زي اي اتنين عادي جدا. لا نبدأ ب 2016. زي اي اتنين برضو في 2016 خلصت جيش ورحت قررت ان انا اشتغل، واشتغلت على طول في شركه كانت شركة سياحة. شركه سياحه. اشتغلت في شركه انا سياحة. بقى خلاص هو قرر يشتغل في شركة سياحة. انا انا بقى كنت لسه مخلص جيش. كان لسه مخلص جيش، هي كانت لسه بقى الحياة لسه مغمورة، وهي لسه حاجه كده، لسه في اولى جامعة، حاجه كده شيء صغير. ما زلت كنت لسه في اولى جامعة. فيعني كنت رايحة اصلا شغل وكده، والشغل ده كنت خلاص رايحة بكرة. فصاحبتي كلمتني قالت لي طب ما تيجي معايا الشغل وكده، اللي هي شركة السياحة اللي امجد فيها. سبحان الله، انا كنت رايحة شغل تاني اصلا. تدابير. كنت رايحه شغل تاني اصلا، وخلاص بقى قلنا خلاص، قلت خلاص انا هروح مع صاحبتي احسن بدل ما اروح لوحدي وكده، وقررت اروح معاها وما رحتش الشغل التاني ده اللي انا وجت معاها ورحت بقى وخدت عملت قلبي. انترفيو. قول بقى اللي انت بتقوله لي دايما، حبيتني منين؟ بلاش. قول، لا قول. يا جماعه هي كانت قاعده، انا بحب ستايل معين في البنات، فهي كانت قاعده على الكرسي ومديني ظهرها كده، وعامله لفه طرحه كده انا بحبها، وقصيره كده حاجه صغيره في الكرسي مش باينه. انا بحب الستايل ده عامه. فاول ما دخلت رحت جايب واحد صاحبي قلت له تعالى مين دي؟ قال لي دي جديده معانا. قلت له بس هي دي هي دي، وكانت هي دي فعلا. بيقول لي انا حبيتك من قفاكي، بجد الجمله دي هي لسه انا فاكراها. محجبه اساسا يعني، طب انت فاهم منين؟ لا الحقيقه الهيئة. الستايل كده كان، لا هي دي والله. دخلت وقلت هي دي. ايوه. كنت ايه بقى؟ كنت بتلكك، انا ما بعرفش اكلم بنات بقى وبتاع. وهي كانت قاعده جنبي وكانت تنكه قوي في نفسها. اقول لها لو عايزه حاجه قولي، تقول لي حاضر، وتعوز حاجه تروح رايحه لصاحبتها. اقول له ليه اعرفه وانا قاعد. انا بابايا مربيني قال لي ما تكلميش ولا انت في الشغل. في الشغل هو بس. اصلا كان بقى ايه في الشغل، هو كان المانجر بتاعي، يعني انا المفروض ان انا اصلا اي حاجه اروح اساله هو. لا انا اروح لفه الشركه كلها وراح رايحه على صاحبتها بقول لك ايه انا مش عارفه كذا كذا وانا كذا. اتضايق، وهو قاعد جنبي. انا بس بجد طبعا مش هسيبها بجد برضه طبعا يعني. بجد انا ما كنتش بحاور والله، انا بجد ما كنتش شايفاه. يعني انا كنت معلش يا امجد انا اسفه. لا عادي يعني. انت كنت بالنسبه لي هوا مش شايف، يعني عادي، عارف لما مش تبقى مهم كنت ماشي في الشارع بالنسبه كده لك حواليك ايه. ناس ماشيه. مش مهم كنت بالنسبه لك ايه، المهم بقيت بالنسبه لك. ايوه بقيت كل حاجه طبعا. بس هو بقى بدا بقى كل شويه يجي انت عايزه حاجه، طب اساعدك في كذا، طب الجدول ده اعمله بدالك، طب مش عارفه اقسم بالله من ساعه لما عرفتها بعمل لها شغلها كلها، شغلها كله. ايه يا سلام. يعني كنت بعمل كله غلط بصراحه. انا كنت انا وصاحبتي، هو كان يعني يسيبنا نعمل بعد كده يجي يعمل هو من اول وجديد. كنا بنغلط. انتوا عارفين جدعانه في الاول كانت عامله ازاي. يعني كان بيعمل شغل وشغلنا والله. بس من هنا بقى ابتدت حكايتنا، اتعرفت عليها. دي 2016. تفاصيل، شويه تفاصيل بعد اذنك. ما اكتر من كده شويه تفاصيل. بعد رمضان في 2016. ها ايوه ماشي كمل. شفتي ده انا فاكر يعني. الحمد لله. شوف بقى رمضان 2016 ده كان شهر كام؟ بس المهم احنا اقتنعت ان هي دي. عرفنا بقى حاولت امتى بقى يا امجد. اتقرب منها اكتر.
بكلمها، قلت لها في مره انا هعمل لك، عندك انستجرام؟ قالت لي اه. قلت لها طب انا هعمل لك اد. قالت لي ماشي. عملت لها اد وقعدت 4 ايام معلقاني زي اي حد عندها. نسيت. هو انت عارف ان انا ما بهتمش. ودي كانت بالنسبه لي اول كسر قلب. لا وبقى ايه، هو بقى اتحمق باين راح شال الفول. معلش احنا في الكرامه. ولا ومتضايق بقى بيقول لا في كان عم تكفر الانستجرام. بس طبعا بعد كده طبعا قالت لي ماشي، رحت اعمل لها فولو تاني، راحت لا هي اللي عملت لي فولو. اشترطت ان هي اللي تعمل لي فولو. لا بس عشان انا حسيت ان انا كنت قلت الذوق مش اكتر. مش مهم. ومش معنى انا عملت لك فولو انستجرام ان انا خلاص وقعت في حبك يعني. ما انت وقعتي بعدها. ما انت وقعتي. المهم بعد كده عايز اخد رقم تليفونها ومش عارف. عملت ايه بقى؟ عمل حوار عليا. رحت قلت لها بصي انا جالي شغل. الشغل ده انا هضطر ان انا امشي يوم الاربعاء الجاي اللي هو كان بعدها بيومين. قالت لي ايه ده شغل ايه وبتاع؟ قلت لها سيلز البنك، مش فاكر قلت لها ايه. بيحور عليا. راحت قايله لي ايه ده بجد وبتاع؟ قلت لها اه بس بصي هاتي رقمك او خدي رقمي بحيث ان انت لو احتجتي اي حاجه في الشغل تساليني تبعتيلي وانا هقول لك ايه تعملي ايه على طول. والله انا فعلا يعني خدت رقمه بناء على اللي هو قاله ده. انا ما كانش في دماغي برده لحد اللحظه دي ما كانش في دماغي اي حاجه. والمفاجاه ان انا لا كان عندي شغل ولا اي حاجه ولا مشي اصلا ولا مشي. فضلت قاعد معاها. قلت لها ده انا لقيت الدنيا مش قد كده فهقعد بعد ما خد اللي هو عايزه. قضيت طبعا واتساب بقى، وطبعا عرفتها اكتر وصاحبتي بقى كانت معايا في الشغل تقول لي على فكره امجد شكله معجب بيكي يا داليا وكده. هي طبعا ما كانتش مصدقه نفسها فبتقول لها لا لا اكيد لا. ليه يعني؟ صح؟ ليه يعني؟ صح؟ مش صح؟ على فكره امجد معجب بيكي. قلت لها يعني انت يا بنتي انت عبيطه يعني يا ريت تقولي ده مفيش الكلام ده عشان يعني يساعدني في الشغل والكلام ده. بس طلع في الاخر عندها حق بصراحه. المهم بقى بعد ما عملنا الشويتين دول عدت سنه، مش سنه، كان نص سنه يعني تقريبا، كان شهر 7 او دخلنا بقى 2017. دخلنا بقى 2017 اللوف ستوري بقى. اللوف ستوري بقى. رحت شغل بقى جديد فعلا. وانا سبت الشغل طبعا يعني مع بدايه الدراسه وخلاص. وقررت ان انا اول ما اشتغل اروح اخطبها. مش اقرا فاتحه يعني صح؟ اقرا تقرا. المهم رحت عشان اقرا فاتحه. بس بعدها 2017 دي كلها كان بقى لاف ستوري بقى بينا وكنا بنعرف بعض. بقى جدعه جدا. والرقص بقى على المطر واغاني عبد الحليم. ما حصلش والله العظيم بجد؟ مفيش اي حاجه. احنا اصلا كنا عادي بنتخانق ونشد شعر بعض. على فكره الميزه دايما في الحب الخناق. ماشي بس وحبينا بعد 2017 بقى. 2018 بقى ايه اللي حصل؟ لا واحنا في 2017 قرينا فاتحه. 2018 قرينا فاتحه. ركزوا 2018 قرينا فاتحه. رحت بقى اول مره علشان 2017 جيت كلمت بابا يوم 14/11. ايوه صح ما هو ده. بس قرينا فاتحه في 14/12 في 1/12 2/12 حاجه كده. 1/12 في 1/12 في 2017 انا صح. ماشي يا ما تبصليش بعد كده البصه دي. ماشي. رحت بقى عشان ايه؟ قررت ان انا هروح ابيع نفسي. ايه؟ اقرا فاتحه. رحت بقى في اليوم ده كان شتا طبعا، ولبست بقى جاكيت بقى شموا ومش عارف ايه. اروح هناك بقى المطره بمطر. المطره بمطر يعني خير. علامه حلوه. ده خير. ده خير رزق جاي لك. رزق. طبعا طلعت له مبلول. قعدت مع باباها. طلع لي بابا مبلول. انا بصراحه اكتر موقف حصل يعني بعد ما كلمت باباها، اتكلمنا واتفقنا. هو كان مريح جدا في كل حاجه وانا كنت مريح برضه في كل حاجه، لان انا كنت داخل عايزها، فالموضوع بالنسبه لي ما كانش فيه ماديات اللي حضرتك عايزه. فجاه لقيت قروا فاتحه. هو اصلا مفيش اي كلام حصل ولا اي اتفاق. لا اليوم ده ما قريناش فاتحه. اليوم ده كلمت بابا عادي. قصدي يوم قرايه الفاتحه. قال لي طيب في اخر الكلام قال لي طيب سيب لي رقمك وعنوانك وعنوان الشغل زي اي اب مصري اصيل عشان اسال عليك. انا استغربت، حسيت ان انا طالع من فيلم قديم. فطبعا سبت له الحاجه. ده سنه وعاداتنا. الحاجه بقى الحلوه اللي حصلت ان هو ما سالش عليك.
يعني هو ما سالش عليا اصلا، هو كلمني في التليفون بعدها بيومين بالظبط، قال لي انت شبكك في الناس، وانا قطعت الورق. قلبي كده. دم دك دم دك دم دك. بس حسيت بقى ان انا لا، ده انا يعني لو انا كنت بحبها 100 فانا هحبها 300. يعني يعني هخلي بالي منها اكتر. اه حاسس ان هو اداني مسؤوليه. بس وطبعا فرحت جدا، ورحت انا واهلي اتغدينا، كان اكله حلوه كده هناك. طبعا دي حاجه لازم ان انا اصلا كنت راسم على القصه دي. كان جاي اصلا عزم يرفض بقى عشان ياكل. ما علينا، هم جم اصلا يعني. هم فجاه انا لقيت نفسي اتقرا فاتحه، يعني مفيش ولا اتفاق بقى ولا اي حاجه. يلا يا جماعه نقرا فاتحه، يلا يا جماعه احنا نقرا تمام، احنا جايين ولا تمام. بقى الشبكه ايه، ولا مفيش نتخطب الكلام ده. امتى، ولا الجواز ايه، ولا مفيش الكلام ده. إحنا هم اتفقنا. مريحين قوي واحنا مريحين قوي، فهيك فالدنيا كانت بيقولوا لذيذه. كده. رحنا يلا فعلا وقرينا فاتحه، وقعدنا بعديها اتخطبنا في 1/3/2018. 1/3/2018 ايه؟ 1/3/2018. 18 ولا 19؟ 18. انا حاسه احنا خطبنا 19، انا فاتحه على فكره انت عندك مشكله، انت الزمن جري بيكي. صح. او احنا في كام؟ احنا ايه؟ يا ابني احنا اتخطبنا 2019، ان احنا اتجوزنا 2020. لا يا بنتي احنا قعدنا سنه ونص. مكتوبين اه شفتي؟ علم عليا يا جماعه، خلاص انا بس اتلخبطت الطريقه في بعض. هسالك دلوقتي السؤال وهتتحل. ها انا ببقى باين ان انا مش فاكر، بس انا فاكر. ماشي 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 ماشي. ماشي. رحنا بعد كده اتخطبنا وعملنا خطوبه، ما كانتش متوقعه طبعا. قعدنا ندور على مش عارف حاجات كده فيها عدد 20 و30 واحد عشان الماديات عامه. وسبحان الله عملنا خطوبه حلوه جدا فيها 150 واحد، وربنا كرم. بص هو بصراحه من اول ما عرفتها وفي رزق. يعني في رزق. عملنا احلى خطوبه بجد، صراحة. وكانت كبيره جدا، وجي فيها مغنيين، وكانت تحفه، والاكل كان والفرح فظيع. والفرح يعني كناش الفرح عاملين احنا عملنا بقى حسابنا. الفرح في نفس القاعه بتاعت الخطوبه، ان هي عجبتنا بقى. احنا ما بنحبش نغير، ما بنحبش احنا نجدد. روتينيين جدا. بس بعد الخطوبه انا طبعا لابس ستوري بقى كبيره وشبكه بقى، وعايزين نجهز بقى، ومعناش فلوس نجهز بقى. او احنا خلاص في دماغنا اتخطبنا بقى، خلاص بقى احنا اتخطبنا بقى. مش مهم خلاص بقى اي حاجه تانية. احنا اتخطبنا. جواز بقى لسه. احنا بس اتخطبنا. فجاه لقينا احنا اتخطبنا. سنه عدت. ايه يا جماعه في ايه؟ بسم الله، احنا بنحتفل بسنه خطوبه واحنا لسه ما عملناش اي حاجه. والحمد لله ربنا كرمنا ربنا وقدرنا كرمنا. ان احنا اتجوزنا في وقت قليل. بس هي امجد والله. لا احنا اتخطبنا 2019، ويعني احنا شهر 3 2019 تمام. اتجوزنا شهر 10 2020. سنه ونص. صح. ايوه لا يبقى في حاجه في التاريخ بقى غلط من الاول. من الاول. يبقى احنا عرفنا ايه 2016 و17 عرفنا بعض، حبينا بعض. قرينا فاتحه 2018 أيوة. وخطبنا 2019 واتجوزنا 2020. هو ده اكيد يعني. صح. بس والحمد لله بعد ما اتجوزنا ربنا كرمنا احلى كرم يونس. يونس الخديوي. هذا الشخص مبدئيا ثانيه واحده. هذا انا الشخص ثانيه واحده. انا كنت ناويه اجل الخلفه بصراحه، مش هكدب عليكم انتوا يعني اخواتي. كنت ناويه اجل الخلفه، بس يعني ربنا طبعا قادر على كل شيء ان انا حملت. ان هو والله العظيم رزق. احلى رزق في الدنيا. رزق فعلا. هذا الكائن. عايز اقول لك على حاجه، انا كنت جايب سرير كبير عريض 180 متر يكفي 4، مش 2، يكفي 4. اقسم بالله ما بعرف مش أنام. مكفيني. انا نايمه، انا كمان في حته قد كده وانا بينام كده هو بالعرض. بينام كده يعني هو بينام بالعرض وبيفرد ايده وبيفرد رجله قوي. اللي هو هو محدش هينام هنا. ما حدش هيتعلم منه. والله جبنا سرير برضو بيبي جوه ما قعدش عليه مره. لا هو ليه فايده مهمه قوي، ان هو انا عاملاه جانب للسرير، يعني قافله بيه السرير عشان ما يقعش. بس فرحتي. لا عايزه بقى اكلمكم بقى برضو عن ايه اكسبيرينس الولاده. لا دي فيديو تاني، دي الفيديو التاني. احنا طولنا على الناس. طولنا احنا كده طولنا. ماشي، احنا حاضر. بنستوب بقى لحد ما ايه الحمد لله. عشان دي ربنا كرمنا. اكسبيرينس مهمه جدا، لازم احكي عنها من اول لحظه لحد اخر لحظه في الفيديو الجاي.
اتمنى اتمنى تكونوا إن استفدتوا إحنا- حاجه من القصه اللي احنا حكيناها اللي هي ملهاش لازمه لاي حد اصلا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، ولو عايزين تتابعونا ما تنسوش السبسكرايب. ادعمونا بقى عشان نعمل فيديوهات اكتر، ان ده اصلا كسول. انا اللي بقول له يلا يا امجد نعمل فيديوز مش عارفه ايه، بس هو لما بيلاقي بقى منكم تفاعل وكده بيعمل اكتر. صح؟ شوف هنشوف يا احنا جماعه أهو ما والناس أهو. تحرجوني ما تحرجوني ما تصغروني. بس واستنونا بقى الحلقه الجايه في موضوع جديد ان شاء الله. باي السلام عليكم. باي.